جلاش بالكريمة بأسهل طريقة ممكن تعملوها، وكمان بتقرمش وطعمها تحفة قوي. انا أمنية اشرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لي فولو لايك شير، ويلا بينا. في حلة غويطة هضيف كوبايتين من الحليب، عليهم 4 معالق كبيرة من الكاستر، ومعلقة من السكر. بالمضرب اليدوي هخلط الكلام ده كله بقى على البارد، وبعدين هرفعه على النار وهستمر في التقليب علشان ما يحصلش تكتلات. هنا القوام بدأ يتقل، هستمر برضو في التقليب لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، هو ده القوام المطلوب. اول بقى ما يغلي هطفي بقى النار واضيف معلقة صغيرة من السمنة البلدي، وكمان باكت كده من الفانيليا، وهقلب كويس لغاية ما السمنة تسيح. وبعدين هضيف بقى شوية من جوز الهند، ودي اختياري للي بيحب الجوز الهند يضيفها، بتدي طعم حلو قوي. هصبها بقى في طبق واسيبها تبرد تماما. على بال بقى ما الكريمة تبرد نجهز الجلاش. هستخدم لفة من الجلاش، هقطع بقى لفة الجلاش بالطول. انا بعمل علامة كده علشان تسهل عليا ويكونوا كلهم قد بعض. وبعدين هبدأ بقى اقطعها بالعرض علشان انا عايزاها تكون على شكل مربعات. بس هي كده تمام، عملتها كلها على شكل مربعات. هغطيها بقى علشان الجلاش ما ينشفش، هاخد منها الجزء اللي هعمله وبغطيها. بعد بقى ما الكريمة بردت هجيب بقى الجلاش وهبدأ احط كده في النص شوية من الكريمة، وهقفلها بقى بطريقة سهلة جدا. هجيب الطرف على الطرف علشان يكون على شكل سمبوسة إلى حد ما. بجد سهلة جدا الطريقة وما بتاخدش وقت خالص، بجد طعمها زي بتاعت المحلات بالظبط. وأحلى حاجة في الطريقة دي إن في ثانية بتخلصيها. هعمل بقى الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. بعد بقى ما خلصت الكمية بتاعتي هسيح نص كوباية من السمنة وأضيفها عليها بقى زيت على الجلاش، وهدخلها بقى الفرن يكون سابق التسخين، درجة حرارة مرتفعة. اول ما تاخد لون من تحت اشغل الشواية علشان تاخد لون من فوق، ودي اول ما طلعتها. اول ما تطلع من الفرن هسقيها على طول بكوباية من الشربات انا كنت عاملاه، والشربات لازم يكون بارد. هزينها بقى بشوية كده من المكسرات، بجد طعمها تحفة جدا وبتقرمش. طبعا كل ما تسيبيها تبرد اكتر كل ما يبقى طعمها احلى. جربوها والف هنا.